السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم سمك الميلو، هذا الحوت اللي كيكون بحال هكا، راه دابا متوفر في الاسواق وخديته عجبني وغادي نشاركه معكم. هنا عندي 3 الحبات ديال الحوت اللي نقيتهم وحيدت لهم دوك الجنيوحات وحيدت لهم دوك الحراشف اللي كيكونوا بحال هكا في القرجوطه هكا ديال الحوت، وغسلتهم مزيان في الماء الحامض صافي، وكنفلحهم بحال هكا. كنخلي هاد الحوت بحال هكا، كنخليهم هكا كبارين. وعندي 2 حبات ديال القرعه اللي غادي نقطعهم ونوجدهم. غادي نقطعهم على شكل دائري بحال هكا، كنقطعهم شويه غلاظ، ما كيكونوش رقاق بزاف. غادي نصايب الثانيه. وصفه كتجي ساهله وكنوجدوها في واحد الوقت وجيز. صافي كنستمر على القريعه ديالنا حتى كنكملها ونحطها على جنب. صافي اكتفينا بهاد 2 قرعات. غادي نجيب واحد الهاشوار وغادي ندير شويه ديال القزبر المعدنوس اللي قطعته شويه رقيق. هنا الا ما عندناش هكا الهاشوار كنطحنوه بيدينا وكنحكو الثومه. درت هنايا الثومه، درت واحد 5 الفصوص ديال الثومه، ودرت شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، واحد رشه خفيفه، ودرت هنايا الملحه حسب الذوق. ما غاديش نقوي الملحه لانني غادي ندير شويه ديال الزيتون. درت هنايا تبلت بالسكينجبير والكركم او الخرقوم البلدي. غادي تقولوا لي الحوت ما كيتواتاش معاه الكركم او الخرقوم البلدي. الخرقوم البلدي راه صحي البنات. درت هنا الكمون، درت التحميره او الفلفله حلوه، درت 2 مزيودات هكا ديال الكورنيشو وحبيبات ديال الزيتون، وكندير واحد نص ليمونه حامضه غادي نعصرها عليهم. صافي غادي نطحن هاد التتبيله، كنطحن مزيان. هنا خلطت كلشي في مره. هاد الهشوار بحال هكا راه كتنفعنا، راه دغيا كنوجدو بحال هكا القزبر المعدنوس، الثومه، اي حاجه بغينا نطحنوها كتوفر علينا الوقت بزاف. غنجيب واحد الاناء فاش غادي ندير هاد التتبيله. صافي بعد ما طحنتها، هنا راه تحذف لي الفيديو، راه زدت واحد شويه ديال الماء باش كتكون شويه بحال هكا ما كتبقاش عاقده بحال هكا. وكنضيف الزيت. انا درت هنا الزيت البلديه والزيت الروميه، مزجت ما بيناتهم. درت 2 معالق تقريبا. وكنخلط التتبيله اللي درت. هادي راه كتجي في الحوت رائعه البنات، وكتجي هكا في شرموله، كتجي لذيذه. درت هنا واحد الكميه قليله، واحد المعلقه، وتنخلط مزيان حتى كتشرب ليا هاد العطريه باش تجيني القرعه كتجي بنينه. وغادي نجيب اللاطه اللي كتدخل الفران. انا عندي الصينيه هنا ديال الخضره، كنضيف عليها شويه ديال الزيت نباتيه وكندهنها. صافي وكنضيف فيها القرعه. غادي نرجع الاناء اللي درت فيه، غادي ندير فيه واحد الحبيبه ديال البطاطا، حبه وحده ديال البطاطا. كنضيف بحال هكا
انا هنا غادي بحال هكا كنلبسها بيدي، خدمت هكا بيدي باش كتلبس ليا البطاطا بهاد العطريه، وغادي نضيفها مع القرعه. كنضايق بحال هكا وكنستف البطيطات ديالنا. بحال هكا اكله ريجيم كتجي صحيه. وغادي نجيب الحوت، هاد السمك اللي كيعرف سميتو، انا سمعتهم في السوق كيقولوا الميلو، ولكن انا ما عارفاش سميتو. اللي بحال هكا كيعرف سميتو يحطها ليا في التعاليق. كنلبسو مزيان بهاد العطيريه بحال هكا. وغادي ندير الشبكه. انا عندي هنايا الشبكه ديال لاطا، الا ما عندناش الشبكه راه كنضايقو وكنحطوه هكا في اللاطا. انا عندي هكا الشبكه كيجي مشوي، كيجي رائع بحال هكا وساهل، كيبقى بحال هكا مفروز على الخضره، وكتبقى هكا الحوته مجموعه. هنا عندي واحد الحبه أو جوج حبات ديال الخيزو اللي قطعتهم بحال هكا، غادي نديرهم هكا شرموله. وعندي هنايا جوج حبات ديال المطيشه اللي قطعتهم هكا بالقشره ديالهم. غادي نضيف ديك العطريه اللي بقات عندنا، هي اللي غادي نزيد على هاد الخيزو. هاد الخيزو راه كيجي البنات كيجي رائع بحال هكا، يعني كديروا ليه غير هكا لاصوص ديال الحوت وكديروه كيجي من اروع ما يكون، كيجي لذيذ. صافي كزدت عليه شويه الماء، واحد نص كاس ديال الماء صافي، وكبيت عليه في الكوكوط وكنسد عليه الكوكوط. بعد ما كتصفر الكوكوط كنخليها 10 دقائق على عافيه مهيله. كتصفر عليه الكوكوط كنخليها مهيله العافيه صافي. كنطفي عليه وكنلقاوها. انتم شفتوا الحوت ديالنا راه طاب في الفران، راه خدا معنا واحد 20 دقيقه باش كطيب القرعه وكطيب هكا البطاطا على درجه الحراره 180. صافي البطاطا طابت، القريعه تاهي ديالنا حتى هي طابت، والحوت حتى هو راه جا مشوي، يعني كيجي ريجيم بحال هكا. لاصوص ديالنا حتى هو راه وجدناه فواحد الوقت وجيز. وبحال هكا كنقدموا الاكله ديالنا بالصحه والراحه، كتجي صحيه ولذيذه وما كتعطلناش. يعني كنغيروا مره كنغيروا، كتجي خفيفه هاد الاكله، يعني ما كتجيش ثقيله. صافي غادي نحطوا بحال هكا لاصوص ديالنا، ما نديروش هكا الحوت ناشف مع اللاطه. كندير هاد لاصوص بحال هكا في الكوكوط ونزيد عليه البطيطات بحال هكا مشويين، ونزيدوا القريعه ديالنا حتى هي راه مشويه. وهنا كنقول لكم بالصحه والراحه، وما تنسوش ليا تعليق زوين، ما تنسوش لايك. الله يجازيكم بخير، وكنقول لكم بالصحه والراحه، وغادي نخليكم مع الصور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.